السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات عاملين إيه؟ وحشتوني من آخر فيديو عملناه مع بعض. النهارده إن شاء الله منيو ما تحتاريش ولا تفكّري، اختاري بس من المنيو أكلات اقتصادية وسهلة وسريعة لآخر 10 أيام في الشهر إن شاء الله بإذن الله، يا رب يعجبكم. وما تنسوش كده تفرحوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلِك كل جديد وحصري من القناة. وإذا أنتِ موجودة معايا بالفعل بالقناة، ربنا ما يحرمنيش من كومنتاتكم الجميلة وكلامكم اللي زي العسل اللي بتكتبوه لي في التعليقات، ولايكاتكم وتفاعلكم على القناة. هنا كده إن شاء الله أول أكلة معايا كانت صينية بطاطس وأكلة اقتصادية وسهلة وسريعة، وعملتها بوركين فراخ بس. زي ما أنتم شايفين كده، ما بتاخدش وقت وسريعة كده على طول في الفرن بوركين أو 3 على حسب. يعني الأكلة دي كده بحوالي الأوراق كانت عاملة 100 جنيه. والبطاطس وطماطم، وعملت جنب منها طاجن رز معمّر كده، والأكلة دي على فكرة قعدت معايا يومين. ما شاء الله اقتصادية وحلوة وطعمها جميل جدًا وسهلة وسريعة وبسيطة ومنجزة، ممكن تعملي جنب منها شوية سلطة خضرا أو شوية مخلل. نيجي بقى للوجبة اللي بعد كده أو الأكلة اللي بعد كده، وهي عبارة عن أكل كده كان عندي قطعتين لحمة في الفريزر، طلّعتهم وعملت شوية كوسة، كان فيهم شوربة أصلًا، عملت شوية كوسة مطبوخة وشوية رز كده وشوية ملوخية، الرز كان أبيض، وشوية ملوخية على الشوربة اللي كانت موجودة، وشوية مخلل، والحمد لله رب العالمين ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم أطعم كل جائع على وجه الأرض يا رب العالمين. زي ما أنتم شايفين كده شكل الأكل أهوّة، وطبعًا كان عندي طبقين رز أبيض سخّنتهم، وطلّعت عيش سخّنته كده جنب الأكلة، وكانت أكلة مشبعة جدًا وما شاء الله اللهم بارك حلوة جدًا. ممكن حضرتِك تاخدي أي أفكار وتوظّفيها على حسب ما أنتِ عايزة، يعني ممكن تعملي رز حبّاية وحبّاية، ممكن تكتفي بالعيش بس، ممكن تعملي يعني رز اللي هو بشعرية، على حسب ما أنتِ عايزة وولادِك بيحبوا اعملي، زي ما حضرتِك شايفة كده. ما تنسيش بقى إذا عجبِك الفيديو ما تنسيش تحطّي لي لايك وتعملي share في الخير عشان الكل يستفاد. وتعملي share كده مع أصحابِك وأصدقائِك وعيلتِك، وتعرّفيهم بالقناة إذا الفيديو عجبِك. دي كده برضه وجبة اقتصادية وأكلة اقتصادية حلوة جدًا وكان طعمها جميل، 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 عبارة عن البتنجان الرومي اللي هو الكبير دوّة، جبته نقعته كده في شوية مَيّة وملح، وقليته بالمنظر ده ما شاء الله ما بيشربش زيت، وربطتين جرجير وشوية فلفل كده قليتهم أحمر على أخضر، وشوية سلطة طحينة وشوية بطاطس، وكانت أكلة اللهم بارك تحفة، تحفة، تحفة يا بنات. ممكن تعمليها عبارة عن ساندوتشات بالعيش البلدي، يعني تجيبي العيش البلدي وتعملي ساندوتشات كده بطاطس على بتنجان، وممكن تعملي كده زي ما أنا عملت، مقطعة عيش ومحمصاه كده، باحب أغمّس الأكلة دي أوي بيه، بيبقى طعمها تحفة. زي ما حضراتكم شايفين كده، ممكن كمان تزوّدي أنتِ ممكن بيضتين جنب الأكلة دي كده للولاد، تقليهم كده بطماطم أو تعمليهم شكشوكة زي ما أنتِ يعني عايزة. الأكلات دي اقتصادية وسهلة وحلوة جدًا. ونيجي بقى للأكلة اللي بعد كده وهي عبارة عن سمك صيادية بالصلصة والتوم والخل وشوية رز كده صيادية اللي هو الرز الأحمر. زي ما حضراتكم شايفين كده، وشوية سلطة خضرا، وكانت أكلة اللهم بارك حلوة جدًا، ممكن تتاكل كمان بعيش مش لازم رز. السمك الصيادية اللي هو بالصلصة دوّة والطماطم والثوم والخل بيبقى طعمه حلو جدًا بالعيش، وأكلة برضه مشبعة جدًا وكلّها بروتين، وبرضه ما كلفتناش كتير يعني كيلو سمك أو كيلو وربع ب100 جنيه، وحاجة عملتِ ما شاء الله اللهم بارك، أكلة مشبعة وحلوة جدًا يا بنات. نيجي بقى للأكلة اللي بعد كده. ما تنسيش بالله عليكِ عشان أنا باتعب في الفيديوهات دي أوي، ما تنسيش إذا عجبِك الفيديو اللايك والشير والكومنت كده الأمر منِّك، ما تنسيش كده تنزلي تحت في الكومنتات تصلّي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويالّا بينا على الأكلة اللي بعد كده، وكانت أكلة عبارة عن بروتين نباتي مشبعة جدًا وحلوة وطعمها ما بيختلفش عليه اتنين. ما بيختلفش عليها اتنين، العدس اللي هو بجبة باعمله بالصلصة كده وتوم، بيبقى طعمه تحفة، تحفة، تحفة وروعة. وكمان حمّرت طبق بطاطس كده محمّرة وطماطم كده مخلّلة بالتوم،
وييجي شوية جرجير وحتّة جبنة، وكان عندي قطعتين لانشون كده في التلاجة وطلّعتهم، وكانت أكلة ما شاء الله مُشبعة جدًا، جدًا، وطعمها ما بيختلفش عليه اتنين، والأكلة دي كمان كفّتني يومين 2. العدس أبو جبة ده إحنا بنعشقه أساسًا، طعمه بيبقى خطير يا بنات. بتجيبي كده فصّين توم وتعمليهم على النار وتنزلي نُص شفشق طماطم ومعلقتين صلصة وتسبّكيهم كده على النار، وبعد كده بتكوني سالقة العدس ده نُص سلقة وتحطيه عليهم، وتعملي له في الآخر طشة توم كده تحفة، 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 ريحته بتبقى جايبة لآخر الشارع. بيبقى خطير جدًا يا بنات، أكلة حلوة جدًا ومُشبعة، وكمان الشتا جاي لِك بتدفّي جدًا في الشتا، ممكن كمان لو أنتم ما بتحبوش العدس أبو جبة تعمليها عدس أصفر، ما فيش أي مشكلة خالص. نيجي بقى للأكلة اللي بعد كده وهي العِجّة المصري اللي ما بيختلفش عليها اتنين في أي بيت مصري بتلاقيها، 3 بيضات و3 معالق دقيق وربع كوباية زيت وشوية خضرة مشكّلة وما شاء الله اللهم بارك وشوية خضار كده طماطم على فلفل على بصل، وعملتِ أحلى صينية عِجّة في البيت نضيفة نضافة جميلة وطعمها خطير ما أقولكيش. حمّرت كمان جنب منها طبق بطاطس، وعملت كمان جنب منها طبق بتنجان اللي هو بابا غنوج، وكانت أكلة اللهم بارك حلوة جدًا يا بنات وطعمها خطير، وأنا لو عايزة العِجّة تبقى أعلى من كده معاكِ تحطيها في صينية أقل من كده، بس أنا بصراحة باحبها في السُمك دوّة، لإن إحنا ما بنحبهاش اللي هي التخينة أوي، فإحنا بنحبها الحجم اللي هو المتوسط دوّة، فباحطها في صينية كبيرة كده. ما شاء الله الأكلة دي كفّتنا فطار وغدا، يعني إحنا فطرنا منها تاني يوم، الباقي أنا باحبه جدًا وفطرنا منها تاني يوم عادي جدًا. تعالوا بقى للأكلة اللي بعد كده ونشوف الmenu بتاعنا. نيجي كده لأكلة أُرديحي خالص، شوية فاصوليا بيضا وشوية لسان عصفور وشوية بتنجان مخلِّل وشوية ملوخية خضرا، وكل ده عملناه على كيس شوربة من الفريزر، عشان كده باقول لِك أي كيس أي شوية شوربة في الطبيخ اللي عندِك اتبقِت ما ترميهاش، شيليها في كيس وحطيها في الفريزر هتنفعِك في الأكلات اللي زي دي، أكلات اقتصادية بس إحنا برضه عاملينها ببروتين أهوّة، يعني الشوربة دي مليانة بروتين وغِذا، فإحنا عاملين الأكلة ما شاء الله، هو ما فيش بروتين حيواني، لكن في بروتين نباتي اللي هو الفاصوليا، وكمان شوية الشوربة ما شاء الله اللي إحنا عاملين بيهم الأكل، كانت أكلة حلوة جدًا، ممكن تعملي جنب منها شوية رز بالشعرية، وممكن كمان تاكلوها بعيش، بالهنا والشفا على قلوبكم، حاجة كده اللهم بارك، كانت طعمة طعامة ما أقولكوش بقى يا بنات، وإذا وصلتِ معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لأختِك دودي اللايك، والاشتراك بالقناة، وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل، وما تنسيش تعملي شير في الخير عشان يوصلِك مني كل جديد. وما تنسيش كده تفرحيني وتنزلي تحت في التعليقات تكتبي الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على إيه، على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ونيجي للأكلة اللي بعد كده وهي عبارة عن السردين البلدي دلوقتي ملأ الدنيا في الأسواق يا جماعة، وطعمه ما شاء الله وتحفة ومليان فسفورات وغِذا ما أقولكوش وأوميجا 3 يعني السمك السردين الصغير ده بيبقى طعمه تحفة، 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 جِبته ونضّفته وقليته كده يعني تبّلته وقليته في الدقيق والزيت، وحمّرت جنب منه طبق بتنجان وطبق جرجير وطبق بطاطس وطبق فلفل كده مقلي، وحاولي تحبّشي كده الأكلة بتاعتِك بحيث إن اللي ما بيحبّش ده يحب ده وياكل من دوّة، ويبقى الأكلة بتاعتِك كده متجمّعة ما شاء الله فيها كل العناصر وشوية سلطة طحينة. وكلنا الأكلة دي ساعتها بعيش ما عملتش رز جنبها ولا أي حاجة، وكانت طعمها خطير، خطير يا بنات، كانت تحفة اللهم بارك، أكلة مشبعة جدًا وجميلة جدًا، والسمك السردين ده بقى ما أقولكوش على طعمه والفايدة اللي فيه والغِذا اللي فيه. أنا كنت جايبة الكيلو، الكيلو وربع ب100 جنيه. برضه أكلة حلوة جدًا ومشبعة وما كلّفتنيش برضه حاجة، يعني أكلات كلّها اقتصادية ما تتعدّاش ال100 جنيه ما شاء الله، وعملتِ أحلى أكلة غدا، وفي أكلات ما تتعدّاش كمان ال50 جنيه وال30 جنيه في قلب المنيو ده، يعني أكلات كلّها اقتصادية وسهلة وبسيطة وسريعة ومنجزة، وتوفّر عليكِ حيرة وتفكير كل يوم في الأكل، وكمان توفّر عليكِ فلوسِك وتوفّر عليكِ وقتِك ومجهودِك وتعبِك في مطبخِك. نيجي للأكلة اللي بعد كده وهي أكلة سهلة وبسيطة جدًا وسريعة وما شاء الله منجزة برضه وحلوة جدًا، شوية مكرونة كده بالصلصة وكيس بطاطس اللي هو الشيبسي، وطبعًا الشيبسي اللي هو بديل الشيبسي المصري يعني. وبيض مسلوق، كان عندي بيض كده سلقت 3 بيضات وشوية ملح بدقة كده، وما شاء الله كانت أكلة حلوة جدًا، ممكن حضرتِك لو عايزة تعملي طبق سلطة خضرا اعملي، عايزة تحطي شوية مخلل حطي، عايزة تخلّلي بتنجانتين وتحطيهم جنب الأكلة دي برضه يا سلام على الروعة والطعم والجمال،
وحاجة كده ما شاء الله، اللهم بارك، أكلة حلوة جدًا، 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 وأكلة برضه اقتصادية وتفتح النِفس، وما كلفتنيش حاجة، يعني حوالي 30 جنيه، وعملنا أكلة غدا ما شاء الله تشبّع البيت كلّه، ومشبعة جدًا، وتحفة، تحفة يا بنات، جرّبوها وما تنسوش كده. كده وصلنا لآخر الفيديو، ما تنسوش بقى تحطّوا لأختكم اللايك والتعليق الحلو كده، الكومنت القمر زيّكم، تشتركوا بالقناة. دمتم في أمان الله ورعايته، مع ألف مليون سلامة، هتوحشوني.